سيدنا تشرفنا مرة ثانية بإذن الله، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة بإذن الله. العسكرية والأمنية مالناش دعوة بيها. في عائلات روسية عايشة بين الشيشانيين تاخد من حق الأضاحي ومن حق زكاة رمضان إلى آخره ولا يحرم. وده سعة أفق الإنسانية، معايير الإنسانية في الدين. العصر من ثقافة لثقافة، من مناخ لمناخ، مع تطور المجتمعات كلها. فلا تستطيع زمرة أو نخبة تقول أن المجتمع البدري بدأ اليوم أو أمس أو في هذه القارة أو تلك القارة، ولكنها طبيعة من طبائع خلائق الله سبحانه وتعالى. دي قاعدة، من أراد أن ينازلنا فيها سينازل. لا نريد أن تحتكر مجموعة كلمة مجتمع مدني وينسبوه إلى فصيل معين أو إلى مجموعة معينة، بل إنها طبيعة خلقية في البشر كافة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام. نتكلم عن مؤسسات المجتمع المدني تختلف زي ما أنا قلت حسب المجتمع وحسب الثقافة وحسب المعتقدات وحسب كل هذه التشكيلات. رأينا أن البرلمان في جنوب السودان تحت الشجرة في منطقة معينة، والبرلمان في نيويورك في غرف في الدور 25 أو 30 أو في منهاتن أو في الوايت هاوس بنتكلم عن البيت الأبيض إلى آخره. حينما نرى مثل هذه الأشياء، لو الكونغرس يعني متابع الكونغرس، حينما نرى هذه الأشياء نجد أن كل مجتمع استطاع أن يقيم له مؤسسات حسب وعادات وتقاليد وقيم هذه المجتمعات، وكلنا متساوون في هذا الأمر. ده أحد، لو أنتم فاكرين بتاعة دي اسمها في أفغانستان اللي هي مجاري المياه في الصحراء، اسمها كريزس، كنا بننظفها في أفغانستان بعد حرب 2001. وطبعا دي المجتمع المدني ومؤسسات تعريفات كثيرة جدا مش هاخد فيها. أنا هاخد في فكرة نتحدث فيها أننا كلنا قادرين على أن نقيم مؤسسات مجتمع مدني قوية تستطيع أن تبني حضارة مصر وتستمر هذه الحضارة كما أقيمت هذه الحضارة من قبل. كلمة مدني يعني مواطن، طبعا احنا بناخدها بالترجمة الإنجليزية يعني سيفل. سيفل يعني مواطن، غير عسكري وغير أمني. كل من ليس عسكري أو أمني فهو مواطن مدني. العسكري والأمني حقوق مدنية في الدولة، لكن كلمة مدني اللي بنتكلم عنها هي كلمة نحن بنخرج منها المؤسسات العسكرية والمؤسسات الأمنية. طبعا من أهداف تحسين أوضاع الفقراء إلى آخره دي أنظمة حوكمة داخلية مستقلة رقابية. كلمة رقابية مهمة جدا. المجتمع المدني في دور كده جدا بيراقب مؤسسات الدولة ويراقب أداء الحكومة ويراقب أداء البرلمان ويراقب أداء اللي هو بنسميه مجالس العموم إلى آخره. كل من يعمل في المؤسسات المجتمع المدني بيعمل بصورة تطوعية، وإن كنا محتاجين ده في منطقة الخطورة في مصر اكتشفناها إن يكون هناك متفرغين، موظفين متفرغين لإنماء المجتمع والمدني والمؤسسات في مصر. تطوع مهم جدا، لكن في كثير من الأحيان لا نستطيع أن نقيم مؤسسات قوية على التطوع فقط، فلا بد أن يفرغ لمثل هذه المؤسسات ناس يعني حرفيين محترفين. في حاجات كتير بس كلها أشياء في بنغلاديش أو في اليمن أو في أفغانستان إلى آخره. مكونات بتا أنت قلت أنا قبل كده نبدأ مع الخليقة وشعور فطري في التركيب الجيني. إن أردنا أن نرجع القرآن إن هم إلا هم من أمثالكم. يعني نتكلم عن المجتمع المدني وكيف ذكر الله سبحانه وتعالى أن كل هذه المجتمعات سواء كان الله سبحانه وتعالى ذكرها في قصة سليمان عليه السلام والنملة، أو قصة ذو القرنين، وهركز على قصة ذو القرنين عليه السلام حينما بنى مجتمع مدني لناس يعني بدائيين بالمرة. أتوني زبر الحديد، ثم دافع عنهم من الهجوم، ثم بنى لهم السد أو الحائط، ثم فعلهم، ثم تركهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فحينما ننظر في
القصص القرآني نجد أن المجتمع المدني موجود من آلاف السنين بأشكال مختلفة. زي ما قلت ده هنا يعني ممكن احنا نروح في جنوب السودان، ده كان تعتبر اللي هي الجلسة اليومية المسائية لرؤساء القبائل مع الناس، وساعات كان بكل مدرسة الأطفال يقعدوا كده تحت الشجر المعمر هناك، شجرة 300 سنة أو 400 سنة أو 500 سنة إلى آخره. فكل مجتمع له ثقافة زي ما أنا اتكلمت طبعا الاجتماعي والحاجات دي. الكلام ده خط أحمر بالنسبة لنا شخصيا، لسه بتكلم عليه يا إخوان، في خط أحمر وخط أسود في إشارات المرور. الخط الأحمر بالنسبة لي تأسيس العمل، الخط الأسود اللي هو عسكرة العمل الخيري. ده لأن في دول غربية كبيرة جدا عايزة تحكم الجيوش في تحسين واجب الجيوش، إنما تذهب لبعض الدول فتخليهم يشتغل هذه الجيوش عمل خيري وتوزع أكل وشرب وتبني مدارس وحاجات زي كده، وده بيؤدي إلى خلط الأعمال مع أهل البلد، فبيقتلوا الناس اللي هم بيشتغلوا في عمل إنساني من أماكن مختلفة بحجة إن في خلط، مش عارفين ده جيش ده مخابرات أو ده عمل خيري بالتالي يعني. وده مهم جدا إن نشوف المحاذير اللي احنا بنتكلم عنها. اتفضل. طبعا كل الإجراءات دي أنا بس مش عايز طبعا كل هذه الأشياء احنا ممكن نفرضها على أي مؤسسة أجنبية تخش البلد، بحيث إن احنا نستطيع ناخد خيرهم وأن يتركوا مؤسسات قوية للإنكار داخل المنظوم الدولي فقط. المشاركة المجتمعية اللي بنتكلم دي اللي هي الاحتياجات والخطط الأشياء دي كلها. كل هذه الأشياء بنتكلم عنها كمشاركات مجتمعية. طبعا احنا دخلنا في الأماكن دي وعملنا شراكات مع جامعة الدول العربية ونظام التعاون الاستقرار. كل المؤتمرات دي مع مؤسسات كبيرة جدا. تسيرها ما بدأتش في يوم وثاني يوم أصبحت شيء ثاني، خدت 25 سنة أو 15 سنة أو 20 سنة. لماذا؟ لابد في التعامل مع المجتمع الدولي أو حتى مع الدولة أو مع الوطن يكون لنا مصداقية، يكون لنا تاريخ، يكون لنا أداء، يكون لنا بشرية، يكون لنا عطاءات وسياسات واضحة، والناس بتبتدي تعمل معانا شراكات دولية أو شراكات محلية ويثقوا فينا كذلك. طبعا الفرص المتاحة بالنسبة لنا بعد ثورة 25 يناير، المشاركة الشعبية الواسعة، بعض الأهداف تحققت، سقف الحريات ارتفع، العمل المدني بدأ يخش أماكن كثيرة جدا كان عايز يتنظم، واحنا جايين من أول نكون كلنا مع بعض. لنا هنا طريق عريق في العمل المدني في مصر، تفعيل الجمعيات القائمة. يعني أنا مدرك مثلا دايما في الجمعيات اللي استطاعت أن تنمو وتقوى في قبل ثورة 25 يناير. الجمعية الشرعية تمت 100 سنة 12 ديسمبر عام 2012، وأنا أعرفهم كتير جدا يعني، وأنا أزكيهم ولا أزكي على الله أحد. جمعية رسالة كنت لها بقى 10 سنين دلوقتي أو 9 سنين. صناع الحياة كذلك بدأت قبل ثورة 25 يناير. أرمان كذلك. مصر الخير اللي بترأسها فضيلة الإمام المفتي علي جمعة، المفتي السابق آسف، وغيرها كتير جدا من الجمعيات. فإذا كانت الجمعيات دي عشان احنا ما نحبطش ونقول احنا مش قادرين نشتغل، لا، الناس دول يشتغلوا في كثير جدا من القوانين الصعبة، واستطاعوا ان ينتجوا، واستطاعوا ان ينجزوا، واستطاعوا انهم يبدعوا فعلا في قضايا سواء كان في داخل مصر في الثروات الغذائية الى اخره، او خارج مصر في النيجر، في دارفور، في غزة. يعني كان في ابداعات غير عادية. اتحاد الاطباء العرب، نقابة الاطباء، اللجنة الانسانية بتاع الخطر، كل هذه الاشياء استطاعت انها تبدع في وسط هذا النظام اللي كان يحارب في كثير من الاحيان العمل المدني والعمل الخيري. وده يدينا دفعه ان عندنا مصداقيه وعندنا رؤيه وعندنا مؤسسات تستطيع ان تنقل مصر باذن الله سبحانه وتعالى الى المرحله القادمه اللي احنا عايزين نراها، دوله مدنيه حديثه نستطيع ان نفخر بها جميعا.